القصة هذه حصلت عام 1992 للميلاد. رجل يمني اسمه محمد قايد. محمد قايد هذا رجال مزارع وعنده أرض بسيطة في اليمن، وفي فقر الرجال وحالته المادية تعبانة وعليه ديون. انصحوها قاربه، قالوا له يا محمد أنت رجال يعني وضعك تعبان، ليش ما تروح للسعودية تشتغل لعل الله يرزقك ويفتح عليك وترجع تقضي ديونك وتضبط أمورك. اقتنع محمد قايد بالفكرة، باع أرضه وأخذ المبلغ اللي معه ثم دخل من الحدود، طبعا بطريقة غير شرعية عن طريق الجبال. لما دخل محمد قايد وصل للطائف بطريقة أو أخرى، وصل للطائف. لما وصل للطائف بدأ يعمل في الطائف، يتنقل من شغلة لشغلة، عامل في استراحة، مزارع هنا، يبيع بعض الأحيان ويشتري، وبعيدا عن أعين الأمن وعين الرقيب. ما ارتاح في الطائف، الرجال بدأ يسأل ويتطقص وكذا، فحب انه يروح المنطقة زراعية لأنه يحب الزراعة، منطقة زراعية يعني قريبة من وضعه في ديرته. أقرب ديرة عجبته بيشة، وبيشة يا جماعة الخير منطقة زراعية خصوصا النخل، خصوصا تمرة الصفري عند اخواننا في بيشة، رائعة جدا يعني. المهم راح اخونا محمد الى بيشة، وصل بيشة وبدأ يشتغل في الزراعة، انبسط، لقى الجو الزراعي اللي هو يبيه، تطورت به الحال وصار يشتري المحصول من راعي المزرعة بالكامل ويبيعه في السوق، وبدأ الله يفتح عليه. في عام 94 للميلاد قامت حملة أمنية عن المقيمين المخالفين، وتم القبض على محمد قايد. أخذ محمد قايد إلى قسم الشرطة ووضع بالتوقيف، اللي هو السجن المصغر في قسم الشرطة. كان معاه في التوقيف 3 يمنيين و3 أثيوبيين، صار المجموع 4 يمنيين و3 أثيوبيين. وأثناء وجودهم في التوقيف صارت مشكلة في الليل، صارت مشكلة ما بين اليمنيين والأثيوبيين، وارتفعت الأصوات بدأ الشجار وبدأ الضرب بينهم. العسكري المناوب اللي يسمونه يعني الخفير أو وقت الخفارة، المناوب سمع الصوت فجاء بسرعة ولقاهم مشتبكين، فالرجال فتح عليهم وبدأ يبعد ما بينهم. أثناء ما هو يفرق ما بينهم يبعد ما بينهم، في واحد من الأخوة اليمنيين كان معصب زيادة، فكان يبغى يضرب الأثيوبي، فهذا الأخ العسكري دف اليماني بقوة، فاليماني ضرب راسه في الجدار. ثم رجع الأمر طبيعي، وهددهم هذا العسكري انه لو رجعتوا لعملية الشغب هذه ترى احتمال يسبب لكم مشكلة ونفتح معاكم تحقيق وتدخلون في سين وجيم. طبعا الجماعة هذولا محجوزين حتى يرحلون. المهم قفل عليهم الباب العسكري وأنهى مناوبته إلى الصباح. جاء صاحبه يستلم منه العمل، العسكري الثاني، فعشان يستلم منه العمل يسأله كم في التوقيف، قال له 7، وفعلا راح عدهم وإذا هم 7 نايمين طبعا الجماعة. فسلم واستلم، فراح العسكري الأول واستلم مكانه العسكري الثاني. جت الأسماء إنه يلا طلعوا ال3 اليمنيين فلان وفلان وفلان للترحيل، رحلتهم جاهزة. وفعلا طلعوا 3 يمنيين. 3 اليمنيين هذول من ضمنهم محمد قايد. اليمني الرابع اللي ما طلع هو اليمني هذاك اللي العسكري دفه على الجدار وضرب راسه في الجدار، هذاك ما طلعه، كان نايم. المهم صحي ال3 هذول بعد يعني الصباح بدري، صح ال3 وأخذ ال3 هذول وراحوا للترحيل وركبوهم الحافلات وودوهم إلى الحدود اليمنية السعودية اليمنية حتى يدخلونهم لليمن.
العسكري الثاني هذا لما يعني جت حوالي الساعة 10 الصباح جت الأسماء الباقية علشان يطلعهم ترحيل، فراح للتوقيف فلقى الأثيوبيين موجودين، لقى اليماني هذا نايم، جاي يصحيه ما صحي، يصحيه ما صحي، الوضع مريب، الرجال ما هو ناوي يصحى. كلم العسكري هذا، كلم الضابط مديرهم وقال له الوضع كذا كذا كذا، فقال استدعي الإسعاف، كلم الإسعاف خلهم يجون يشيلونه. فعلا كلموا الإسعاف، جاء الإسعاف وشال الرجال هذا. لما ودوه للمستشفى وكشفوا عليه وكذا قالوا الرجال متوفي. ايش سبب الوفاة؟ المهم الظاهر انهم عملوا تحقيق وتدقيق وتشريح الظاهر للجثة، فقالوا سبب الوفاة هو ضربة في الراس خلفية حصل من خلالها نزيف. المهم استدعي العسكري الأول والعسكري الثاني. وش اللي صار مع الرجال هذا؟ الرجال هذا مات بضربة على الرأس. إيش رأيك أنت؟ قال العسكري الأول يا أخي هم يعني صارت بينهم مشكلة بالليل بس ما حصل فيها يعني ضرب وكذا، ويعني أنهيت المشكلة بينهم ولا حصل شيء يعني، وأنا ما أدري عن شيء. يقول العسكري الأول. فجابوا العسكري الثاني قالوا له إيش تقول أنت؟ قال أنا استلمت من العسكري الأول ويعني ما علي أي مسؤولية لأني أنا ما شفت أي شيء، أنا جيت أقوم الرجال ما لقيته قام. بس خلاصة الكلام أنه ما استطاعوا يحلون المسألة، حجز العسكريين هذولا على ذمة التحقيق وسجنوا وحكم عليهم بالسجن لأنه صنف القتل عمد، سجن الجماعة.